السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طلاب تالتة ثانوي علمي، معاكم باشمهندس آدم سميح، مهندس برمجيات، دبلومة في قوانين الذكاء الاصطناعي ودراسات فيزيائية، خاصة الفيزياء الكهربية والفيزياء الحديثة. إن شاء الله هبتدي معاكم النهاردة في مراجعة أو كمعسكر، تمام، نلم فيه منهج الكيمياء كله، وهنبتدي إن شاء الله بمنهج الحديثة، لأن منهج الحديثة بيكون قليل شوية. تمام، منهج الحديثة قليل، فهيعرف إيه يخلص معانا بسرعة. فإحنا كده في النهارده كأول محاضرة مش هاطوّل معاك، تمام، يعني أنا مش هاطوّل معاك كده النهارده، هي هتبقى محاضرة كده خفيفة كده بسيطة، تمام، وبعد كده إيه، هنكمّل الباقي إن شاء الله من الأيام الجاية. طب إحنا النهارده هنشتغل بإيه؟ هنشتغل في إشعاع الجسم الأسود ومنحنى بلانك، بس الاتنين دول. ناخد يعني إيه إشعاع جسم أسود، تمام، ونعرف إيه هو منحنى بلانك. نبتدي بأول حاجة عندنا في مقدمة للفيزياء الحديثة اللي هو إشعاع الجسم الأسود. أول حاجة، الفيزياء عندك بتتقسم لنوعين. يبقى الفيزياء بتتقسم لكام نوع؟ قال لك الفيزياء بتتقسم لنوعين. أول نوع عندك اللي هو الفيزياء الكلاسيكية. تاني، يبقى أول فيزياء، أول فرع ظهر اللي هو إيه؟ الفيزياء الكلاسيكية، ودوت اللي أنت كنت متعود عليها من صغرك، من ابتدائي لحد تالتة ثانوي في أول 4 فصول. قال لك ديّة فيزياء بتمكننا من تفسير الظواهر اليومية والتجارب المعتادة. يبقى أنا أي ظاهرة يومية بتحصل، الفيزياء الكلاسيكية هي اللي بتفسرها لي. زي إيه؟ قال لك زي الضوء، ما هو دوّة ظاهرة ضوئية، ظاهرة يومية. طب أنا دلوقتي لو أنا باسخّن حاجة على البوتاجاز ومسكتها حسيت بحرارة أو حسيت بسخونية، ما دي ظاهرة يومية. أو التجارب المعتادة اللي هي التجارب العادية. تمام، التجارب اللي إحنا دايمًا إيه، متعودين عليها في الفيزيا، كل ديّة برضه بيتقال عليها تجارب معتادة وتتقال عليها تبع الفيزيا الكلاسيكية. طب الفيزيا الكلاسيكية ديّة إيه فروعها، تمام، أو إيه هي تخصصات الفيزيا الكلاسيكية؟ قال لك أول حاجة الحرارة، يبقى أول حاجة إيه، اللي هي الحرارة. بعد كده اللي هي الطاقة الحرارية. بعد كده عندك الكهرومغناطيسية، المنهج بتاعنا اللي هو في إيه، نُص المنهج الأولاني. بعد كده عندك الموجات، سواء كانت موجات صوت أو موجات إيه، أو موجات ضوء. يبقى أنت عندك هنا الموجات سواء إيه، سواء كانت صوت أو ضوء. وطبعًا عندك البصريات اللي هي قدرة العين بتاعتك إن هي تشوف الضوء، ودوّة اللي عملها حسن ابن الهيثم. وطبعًا عندك إيه، ميكانيكا نيوتن، ودي أهم واحدة فيهم، تمام. يبقى الفيزياء الكلاسيكية ديّة الفيزياء اللي هي بتمكننا من تفسير الظواهر اليومية والتجارب المعتادة، تمام. وخلّي بالك بقى الفيزياء الكلاسيكية ديّة تُرى بالعين، يعني أنت بتشوفها. إزاي أنا باشوفها؟ مش أنت الضوء بتشوفه؟ مش هي لمّا تبقى النور لو قاطع أنت مش هتشوف أي حاجة، تمام، بس النور لمّا ييجي أنت بتشوف، ما هو أنت كده، تمام، بتشوف الضوء. الكهرومغناطيسية، إحنا عادي جدًا ممكن نشوف الكهربا، يعني إحنا بنشوف الكهربا إزاي، تمام. مش أنت الكهربا لمّا بتولّع حاجة أو بتيجي تولّع التلفزيون بتشوفه؟ طب ما هو كده ضوء وكهربا، ولو ما فيش طاقة كهربائية، تمام، مش هتشوف اسمه دوّة، مش هتشوف الضوء، مش هتشوف التلفزيون، تمام. طبعًا الموجات إحنا مش بنشوفوها، موجات الضوء، قصدي موجات الصوت مش بنشوفوها، وموجات الضوء برضه مش بنشوفوها، تمام. ميكانيكا نيوتن بقى ديّة إحنا ممكن نشوفها عادي جدًا، اللي هي القوة، تمام، الحركة، قوانين نيوتن، الجاذبية، العجلة، الحاجات دي كلّها. طبعًا الفيزياء الكلاسيكية دوّة اللي عملها طبعًا العالم نيوتن. الحاجات دي كلّها نظري أكيد عليك مقدمة بيعرّفك الفرق بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء إيه، الفيزياء الحديثة. بُص يا باشا بقى، تاني نوع عندك اللي هي فيزياء الكَم أو الفيزياء الحديثة. قال لك الفيزياء الحديثة ديّة دي فيزياء بتمكننا من تفسير الظواهر على المستوى الذري وعلى المستوى الجزيئي. في حاجتين مهمين جدًا في الفيزياء الحديثة قايمة عليها، مستوى ذري، مستوى جزيئي. قال لك المستوى الذري بيتقسم عندي للأطياف الذرية عشان أدرس الذرات ذات نفسها. يبقى المستوى الذري عبارة عن إيه؟ قال لك المستوى الذري عبارة عن أطياف ذرية، ودوّة اللي بيدرس الذرات.
وعندك الظواهر الإلكترونية، إيه بقى الظواهر الإلكترونية ديّة؟ قال لك الظواهر الإلكترونية ديّة هي علوم الحاسب. تاني، يبقى فيزياء الجمع ديّة الفيزيا اللي بتمكننا من تفسير الظواهر على المستوى الذري والمستوى الجزيئي. المستوى الذري ده الأطياف الذرية والظواهر الإلكترونية. خلاص أطياف ذرية عرفنا إن هي إيه؟ الذرات. طب إيه هي بقى الظواهر الإلكترونية؟ قال لك اللي هي علوم الحاسب، اللي هي البرمجة، الذكاء الاصطناعي. فالبرمجة والذكاء الاصطناعي وكل دوّة جُم من الظواهر الإلكترونية. طب المستوى الجزيئي؟ قال لك المستوى الجزيئي دوّة ده التفاعلات الكيميائية. إيه ده؟ هو إيه اللي دخّل التفاعلات الكيميائية في فيزياء الجَمْ؟ أقول لك ما الفيزيا الجَمْ هي أساس علم الكيميا. يعني علم الكيميا الغير عضوية، مش أنت واخد في الكيميا عندك كيميا عضوية وعندك كيميا غير عضوية، تمام؟ الكيميا الغير عضوية أساسها فيزياء الكَم، لمّا عرفوا حاجة اسمها أطياف ذرية، ولمّا عرفوا حاجة اسمها تفاعلات كيميائية. فالتفاعلات الكيميائية اللي هي بتغيّر من عنصر لعنصر، تمام؟ جات منين؟ جات من فيزياء الكَم. يبقى أنا فيزياء الكَم بتعمل إيه؟ قال لك فيزياء الكَم بتدرس الأطياف الذرية، بتدرس الظواهر الإلكترونية، بتدرس التفاعلات الكيميائية. والتفاعلات الكيميائية هي أساس علم الكيميا الغير عضوية، اللي هي بتدرس المركبات اللي بتحتوي على كربون والغير كربون، تمام؟ بس لو أنت بتتكلم على كيميا عضوية بس، يبقى تدرس إيه؟ المركبات اللي فيها كربون والهيدروجين بس، دي مش عندي، مش ما ليش دعوة بيها، لأن هي جاية من العضوية، جاية من الكائنات الحية، تمام؟ أما الفيزياء الكم، تمام؟ بتدرس الإيه؟ هي أساس الغير عضوية. اديني دليل. مش أنت عندك في الكيميا الغير عضوية عندك كيميا الكهربية، تمام؟ وعندك الكيميا الحرارية، ثيرمودايناميك في الكيميا. طب ما هو كل دول هي أساس إيه؟ هي أساسها فيزياء. يبقى كده عرفنا الفرق ما بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الكم. طبعًا الفيزياء الكم ديّة لا تُرى بالعين، أنا مش باشوف تفاعلات كيميائية، أنا مش باشوف أطياف ذرية، تمام، ومش باشوف ظواهر إلكترونية. يبقى الكيميا الكامة لا تُرى بالعين. بعد كده بقى في جزئية مهمة جدًا وهتفيدنا كمان شوية، إيه هي؟ قال لك الطيف الكهرومغناطيسي، ده أنت أخدته في الفيزيا كتير جدًا، اللي هو إيه؟ الطيف الكهرومغناطيسي. ده بقى أساسه إيه؟ قال لك الطيف الكهرومغناطيسي ديّة موجات تختلف في التردد. يبقى هي موجات بتختلف في التردد وبتختلف في الطول الموجي. تاني، يبقى الطيف الكهرومغناطيسي دوّة ضيف أو موجات بتختلف في التردد وبتختلف في إيه؟ في الطول الموجي. والتردد اللي هو الطاقة. يبقى التردد والطاقة هما الاتنين إيه؟ واحد، اللي هيتطبق على التردد هيتطبق على إيه؟ على الطاقة. يبقى الطيف الكهرومغناطيسي ديّة موجات بتختلف في التردد، ماشي، التردد اللي هو النيو، تمام، والطول الموجي اللي هو إيه؟ اللي هو اللامدا. حلو أوي. طب الطيف الكهرومغناطيسي بقى بيتقسم عندي لإيه؟ قال لك بيتقسم عندك لأشعة جاما، لأشعة إكس، قصدي على الأشعة واي، أشعة جاما اللي هي الأشعة واي، الأشعة إكس ودي هناخدوها طبعًا في الوحدة الجاية، وعندك الأشعة الفوق بنفسجية، وعندك الأشعة المرئي اللي هو الضوء بتاعنا، الضوء المرئي اللي هو بيتقسم عندي ل7 ألوان، وعندك الأشعة التحت حمراء، وعندك إيه؟ أشعة الراديو. يبقى الطيف الكهرومغناطيسي بيتقسم لإيه؟ أشعة جاما، أشعة سينية، فوق بنفسجية، ضوء مرئي، تحت حمراء، أشعة إيه؟ أشعة راديو. طبعًا أشعة الراديو دي أنا باستخدمها في الميكروويف، في التلفزيون اللي هي إشارة التلفزيون اللي هو الدِش، تمام، والراديو ذات نفسه طبعًا، وأبراج الشبكة بتاعة التليفون. الأشعة تحت حمراء باستخدمها في الأقمار الصناعية. الفوق بنفسجية دي خاصة أكتر بالحاجات بتاعة اللمبة، تمام، لمبة بتطلّع ضوء فوق بنفسجي، تمام، وباستخدمها في الشؤون الطبية، عشان فيتامين C وفيتامين B برضه. الأشعة السينية باستخدمها عشان أعمل ال الأشعة على العظم، وأشعة جاما دي بتيجي في الحاجات العسكرية. طب إيه هي بقى خصائص الموجات للطيف الكهرومغناطيسي؟ قال لك الطيف الكهرومغناطيسي دوّة كده مبدئيًا أي أي
خصائص موجية في الطيف الكهرومغناطيسي هي الخصائص الموجية بتاعة الضوء المرئي. يعني قُل لي الضوء خصائص بتاعته إيه؟ قال لك أول حاجة الانتشار في خطوط مستقيمة فعلًا، الضوء لمّا بيمشي في خطوط مستقيمة، ادّيني دليل، مش أنت عندك دلوقتي هنا أهو لمبة، اللمبة دي بتطلّع إيه؟ بتطلّع ضوء، الضوء بتاعها بيمشي في خطوط مستقيمة، حتى لمّا تيجي تبُص على اللمبة برّق عينك شوية كده عليها أو غمّضها شوية تحس إن الضوء داخل لك في عينك على هيئة إيه؟ خطوط مستقيمة. أول ما يمشي في خطوط مستقيمة يبتدي إن هو إيه؟ يبتدي اللي هو ينتشر. يبقى الخصائص الموجية أول خاصية للطيف الكهرومغناطيسي اللي هو إيه؟ الانتشار في خطوط مستقيمة. تاني حاجة الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود، وديّة الخصائص أنت كنت تاخدها في الضوء في تانية ثانوي، تمام؟ انعكاس وانكسار وتداخل وحيود دي بيتقال عليها خصائص موجية جسيمية، ودي مهمة جدًا وهاحتاجها الأيام الجاية. يبقى الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود بيتقال عليها إيه؟ بيتقال عليها خصائص موجية جسيمية. طبعًا الضوء لا يحتاج إلى إيه؟ إلى وجود وسط مادي، الضوء بيمشي عادي، أنت لو عندك حيطة من الإزاز هتلاقي الضوء داخل لك، تمام؟ فالضوء طبعًا بيمشي في الفراغ، تمام؟ مش بيحتاج أي وسط إيه؟ مش بيحتاج أي وسط مادي، تمام؟ يعني ما فيش حاجة بتعمل عائق ليه. وبينتشر في الفراغ بسرعة ثابتة اللي هي سرعة الضوء 3 في 10 أس سالب 8 متر لكل ثانية، وده مهم جدًا، الثابت ده مهم جدًا، دوّة سرعة إيه؟ سرعة الضوء. يبقى الضوء بيمشي في الفراغ لا يحتاج إلى وجود وسط مادي، تمام؟ وسرعته ثابتة 3 في 10 أس إيه؟ أس سالب 8. حلو أوي. جه بعد كده بقى قال لك يتناسب الطول الموجي للإشعاع الكهرومغناطيسي تناسبًا عكسيًا مع التردد. أول حاجة بيقول لي هنا إيه؟ يتناسب الطول الموجي. خلاص الطول الموجي اللي هو إيه؟ اللي هو اللمدا. للإشعاع الكهرومغناطيسي، يعني الطول الموجي لأي أشعة من دول، سواء كانت أشعة راديو أو تحت حمراء أو فوق بنفسجية أو أشعة سينية أو أشعة إيه؟ أو أشعة جاما. تناسبًا إيه؟ تناسبًا عكسيًا مع إيه؟ مع التردد اللي هو النيو. يعني قال لك يا باشا يعني أنت كل ما الطول الموجي عندك زاد، كل ما التردد عندك هيقل، علاقة عكسية، تمام؟ تمام. قال لك برضه أنت قُلت لي دلوقتي يعني إيه فيزياء حديثة، وقُلت لي يعني إيه فيزياء كلاسيكية، وقُلت لي الأطياف الكهرومغناطيسية، وعرفت الموجات، برضه فين المشكلة؟ بُص بقى المشكلة، في أواخر القرن ال19 ومع بداية القرن ال20 بدأ إن في حبّة ظواهر بتطلع علماء الفيزياء الكلاسيكية مش لاقيين ليها تفسير. تاني، أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20 في حبّة حاجات كده بدأت تظهر علماء الفيزياء الكلاسيكية مش عارفين يفسّروها، ديّة ولا كهربا ولا حرارة ولا ضوء ولا موجات ولا بصريات ماشي، ميكانيكا نيوتن خلاص اتحطّت وانتهت ما فيش أي حاجة تاني بتتحط فيها، طَب هي الحاجات دي كلّها بقى عبارة عن إيه؟ قال لك في ظواهر طلعت، أول حاجة الظواهر الإلكترونية والأضياف الذرية والتفاعلات الكيميائية، والظواهر الإلكترونية اكتشفوا اللي هي أساس نظم الإلكترونيات والاتصالات، اللي هو النت والحاجات دي كلها، فقال لك الحاجات دي كلها بقى دي ظواهر بدأت تطلع إحنا كبتوع كلاسيكية مش فاهمينها، وهنا انتهى العصر بتاع الكلاسيكية، خلاص الكلاسيكية فضلت موجودة من قديم الأزل من أيام نيوتن لحد أواخر القرن ال19. أوائل القرن العشرين يعني أنت بتتكلم على 1900 ميلاديًا 1900 ميلادي تمام، 1900 ميلادي وأحمد سويل كان عالم من علماء الفيزياء الحديثة، هنا انتهت الفيزياء الكلاسيكية، ومن 1900 لحد دلوقتي الفيزياء الحديثة هي اللي شغالة.
فهم علشان يفسروا الظواهر الإلكترونية والأطياف السرية والتفاعلات الكيميائية راح جالك عالم اسمه بلانك، وده هناخدوه. بلانك ده عمل إيه بقى؟ قال لك بلانك دوت حط أساس وحط حجر الأساس بتاع الفيزياء الحديثة. راح قدر إن هو يفسر الظواهر الإلكترونية، قدر إن هو يفسر الأطياف السرية، قدر إن هو يفسر التفاعلات الكيميائية من خلال إيه بقى؟ من خلال 4 حاجات. 1 إشعاع الجسم الأسود، 2 الانبعاث الحراري، 3 تأثير الكهرومغناطيسي، 4 ظاهرة كومبتون، ودول اللي هو الفصل الأولاني عندك في الفيزياء الحديثة، والنهارده هاشرح لك إشعاع الجسم الأسود. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي من أول الحصة أخدت إيه؟ أخدت مقدمة عامة، حبة كده كلام نظري في فهم خفيف اللي هو عرفنا يعني إيه فيزياء كلاسيكية. تمام؟ وقلنا إن الفيزياء الكلاسيكية ديّة أنا باشوفها بعيني، بتفسر الظواهر اليومية والتجارب المعتادة. تمام، وباشوفها بالعين زي إيه؟ حرارة، كهرومغناطيسية، موجات، بصريات، وميكانيكا نيوتن. واللي حط الحجر الأساس بتاع الفيزياء الكلاسيكية هو مين؟ هو نيوتن. قلنا الفيزياء الكم دي بتفسر على المستوى الذري والمستوى الجزيئي، والمستوى الذري ده اللي هو الأطياف الذرية والظواهر إيه؟ الإلكترونية، والمستوى الجزيئي اللي هو التفاعلات الكيميائية. الطيف الكهرومغناطيسي ده بيختلف في التردد والطول الموجي، والتردد اللي هو الطاقة. وقلنا إن الخصائص بتاعتي الانتشار في خطوط مستقيمة، تمام، الانعكاس والانكسار وتداخل الحيوط لا يحتاج إلى وجود وسط مادي، ينتشر في الفراغ بسرعة ثابتة. سرعة الضوء بتاعتي أو سرعة أي موجات 3 في 10 أس سالب إيه 8. وقلت لك إن الضوء الموجي اللي هو لامدا مع نيو علاقة إيه؟ علاقة عكسية. وفي حبة مشاكل ظهرت الفيزياء الكلاسيكية ما قدرتش إن هي تفسرها، زي الظواهر الإلكترونية، الأطياف السرية، والتفاعلات الكيميائية. وقلنا إن الظواهر الإلكترونية هي أساس نظم الإلكترونيات والاتصالات. مين اللي عمل الفيزياء الحديثة؟ هو طبعًا العالم مين؟ العالم بلانك. يلا بينا ندخل بقى على الجسم الأسود. قال لك الجسم الأسود دوّة ده جسم يمتص كل ما يسقط عليه من أشعة موجية أو من أشعة ذات أطوال موجية مختلفة، ثم يعيد إشعاعها مرة أخرى. بمعنى قال لك الجسم دوّة آدي هنا أهو هاعتبر ده جسم. الجسم دوّة بيسقط عليه أشعة كتير جدًا. قال لك الأشعة ديّة ذات أطوال موجية مختلفة، يعني كل أشعة من دول ليها طول موجي مختلف عن التانية. حلو، حلو أوي. قال لك إيه اللي بيحصل بقى؟ قال لك اللي بيحصل إن دوّة بيمتص، يعني أي حاجة بتنزل له هو بيمتصها. يعني الأشعة ديّة تيجي كده، والأشعة ديّة تيجي كده، وديّة تيجي كده، كده هو بيمتص أهو، وده ييجي كده أهو بالشكل دوّة. قال لك ثم يعيد إشعاعها مرة أخرى. يعني إيه يعيد إشعاعها مرة أخرى؟ قال لك يعني يرجعها تاني برّه. أهو يعني ياخد ديّة يوديها كده، وياخد ديّة يوديها كده، وياخد ديّة يوديها كده، وياخد ديّة يوديها كده. طالما الجسم دوّة بيمتص أي جسم بيسقط عليه أو أي أشعة بتسقط عليه، ده اسمه ممتص مثالي. يعني إيه ممتص مثالي؟ قال لك الممتص المثالي دوّة إن هو أي حاجة بتنزل له، أي حاجة بتقع عليه هو بيمتصها، بيشربها، شبه السفنجة. أنت لو جبت سفنجة عمّال تديها في مَيّة هي عمّالة تشفط، هو كده. بعد كده بيعيد إيه، إشعاعها مرّة أخرى. طالما هو بيعيد الأشعة مرّة أخرى، فده بيكون إيه، باعث مثالي. أول حاجة إن أصلًا في الطبيعة بيقول لك لا يوجد جسم أسود أو لون أسود في الطبيعة، ولكن يوجد في الفضاء، ولكن يوجد في الفضاء. إزاي بقى؟ إزاي الجسم الأسود أو اللون الأسود مش موجود في الطبيعة؟ ما أنا ممكن أكون لابس تيشيرت دلوقتي لونه أسود، أقول لك لأ، كل الألوان السودا اللي في الطبيعة هي ألوان صناعية.
اللون الوحيد الصناعي اللون الأسود. تاني، اللون الوحيد الصناعي اللون الأسود. طب هو ليه الجسم الأسود دوّة بيظهر أسود، أو أنا ليه باشوف الحاجة لونها أسود؟ بسبب كثرة الانعكاسات. بسبب إيه؟ كثرة الانعكاسات. مش أنا قُلت لك إن من خصائص الموجات الانعكاس؟ فأنا يا باشا عمّال أعكس لك الموجة، عمّال أعكس لك الضوء المرئي، فمن كتر الانعكاسات، من كتر ما الحاجة رايحة وجاية أنت بتشوفها أسود، زي بالضبط الشكل دوّة. أشعة داخلة، تترد تاني، فترجع، فتترد تاني، فترجع، فتترد تاني، بيخرج منها جزء بسيط جدًا. تمام؟ فالجسم الأسود مش موجود أصلًا في الطبيعة، ما فيش جسم أسود، اللون الأسود الحقيقي ده موجود في الفضاء. تمام؟ بس تيجي تقول لي في لون أسود، لأ، أقول لك ما فيش لون أسود. طب ليه الجسم الأسود يبدو أسود؟ الجسم الأسود يبدو أسود بسبب كثرة الانعكاسات الحادثة عليه. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي الجسم الأسود بيبان أسود بسبب إيه؟ كثرة الانعكاسات. تمام. فبيقول لك هنا عندما يسقط الإشعاع على جسم ما اللي هو الجسم الأسود، بينعكس جزء منه، في جزء منه بينعكس اللي هو الحتة ديّة، دي بتنعكس بتطلع برّه خالص، ثم يمتص الباقي عليه. إيه بقى يا باشا؟ بتحصل بسبب حاجتين. قال لك تمتص الأجسام التاكنة معظم الإشعاع الساقط عليه. يعني إيه؟ قال لك يعني الألوان الغامقة بتمتص الأشعة، يعني لو في أشعة ساقطة عليها، يعني لو في أشعة شمس ساقطة على جسم غامق هي بتمتصه. والأجسام ذات الألوان الفاتحة تعكس معظم الإشعاع. وهافهمك إزاي. يبقى أنا دلوقتي مين اللي بيمتص الأشعة؟ الجسم التاكن اللي هي الألوان الغامقة. طب مين بيعكسها؟ اللي هي الألوان الفاتحة. علشان كده أنت في الصيف لو لبست تيشيرت أسود أو أي تيشيرت غامق تبقى ماشي في الشمس، تبقى حران. ليه بتمشي في الشمس حران وأنت لابس جسم لابس تيشيرت غامق؟ لأن التيشيرت الغامق دوّة هو كل اللي عليه اللي هو بيمتص الأشعة. كل أشعة الشمس كلها هو بيمتصها. عشان كده يقول لك الأحسن في الصيف البس ألوان فاتحة، البس أبيض، البس بيج فاتح، تمام، البس pink. الحاجات دي كلها بتعكس الأشعة. فأنت لمّا تبقى ماشي في الشارع ولابس أسود تتحر أكتر وتعرق أكتر غير وأنت لابس تيشيرت فاتح. تمام؟ فقال لك هنا بقى طب الجسم الأسود دول، الجسم الإشعاع اللي طالع دوّة بيخرج طبقًا لإيه؟ واللي بيفضل جوّه بيفضل طبقًا لإيه؟ قال لك بسبب حاجتين. قال لك مدى إشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الجسم اللي هو دوّة، اللي هو إشعاع الجسم الأسود. خلاص يبقى مدى الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الجسم ده الجسم الأسود. وشدته، الشدة ديّة اللي هو المعدل الثانوي للطاقة اللي بيشعّعها الجسم لوحدة المساحة، اللي هو الجزئية ديّة. كل دوّة الجسم. وحدة الزمن بقى، الزمن اللي بيطلع لمّا ده يطلع، ويطلع طبعًا عمودي. أنت لو تلاحظ إن هو طالع عمودي. يعني أنا بُص، لو مسحت كده وجبت القلم وعملت سطح، بُص بدأت تبقى إيه، بدأت إن هي تبقى عمودي. قال لك ده متوقف على إيه، على درجة حرارة الجسم. بمعنى، قال لك كل ما الحرارة زادت كل ما الشدة هتزيد، وكل ما الحرارة قلّت كل ما إيه، كل ما الشدة هتقل. يبقى تاني، يبقى دلوقتي مدى الإشعاع أو إشعاع الكهرومغناطيسي مُعتمد على إيه؟ قال لك إشعاع الكهرومغناطيسي مُعتمد على درجة حرارة الجسم. فكل ما درجة حرارة الجسم زادت كل ما الإشعاع عندي هيزيد، أو شدة الإشعاع هتزيد. طب لو الحرارة قلّت يبقى شدة الإشعاع عندي إيه، هتقل. يبقى أنا دلوقتي عندي إيه، ما بينهم علاقة عكسية. ده لو زادت، قصدي علاقة طردية، ده لو زادت ده هيزيد، ده لو قلّت ده هيقل. الأجسام بقى اللي بينبعث منها إشعاع كهرومغناطيسي 2، أجسام متوهجة وأجسام غير متوهجة. نمسك الأجسام المتوهجة. قال لك الأجسام المتوهجة ديّة ده معظم الإشعاع اللي بيطلع منها إشعاع ضوئي وحراري. يعني إيه؟ قال لك الأجسام المتوهجة، الجسم المتوهج دوّة ده جسم بيطلع منه ضوء وحرارة.
يبقى الجسم ده بيطلع منه إيه؟ بيطلع منه ضوء وحرارة، والاتنين في نفس الوقت، يعني الضوء والحرارة هُم الاتنين في نفس الوقت. هو طالما بيطلّع ضوء بيطلّع حرارة، زي إيه؟ زي الشمس. ما هي الشمس فعلًا بتطلّع لي الضوء وبتطلّع حرارة، ما أنا باحس بحرارة الشمس حتى لو في الشتا. فتيلة المصباح المتوهجة، تمام، اللي هي اللمبة، الجزء اللي بيبقى عامل كده دوّة، تمام، ما دي بتطلّع ضوء وبتطلّع حرارة، ما أنت اللمبة بتسخّن الأوضة، ولو أنت كل ما تقرّب من اللمبة كل ما بتحس إن الحرارة عندك زادت. النجوم، ما النجوم أصلًا عبارة عن إيه؟ عبارة عن أجسام أو كواكب اتحرقت، بتطلّع ضوء وبتطلّع حرارة. أنت بتشوف ضوءها بس حرارتها ضعيفة شوية. قطعة الفحم المنتقطة اللي هو الفحم، هات فحم حُطّها على النار، فبتنوّر بتدّي لك لون بنفسجي وبيطلّع لك حرارة. دي الأجسام المتوهجة، فالجسم المتوهج ده أي جسم بيطلّع إشعاع ضوئي وإشعاع حراري. طب الأجسام الغير متوهجة، قال لك الأجسام الغير متوهجة ده جسم بيطلّع إشعاع حراري فقط وبيبقى غير مرئي، شوفه. طب الإشعاع الحراري دوّة بقى نوعه إيه؟ قال لك تحت حمراء. يبقى الأجسام الغير مرئية بتطلّع إيه؟ قال لك الأجسام الغير مرئية بتطلّع تحت حمراء، زي الأرض وزي الكائنات الحية. الكائنات الحية اللي هو الإنسان. والقمر، القمر بيطلّع حرارة بس، لإنه جسم مُعتم. أمّا الشمس بتطلّع إيه؟ بتطلّع ضوء وحرارة. يبقى الأجسام الغير متوهجة ديّة أجسام بتطلّع إشعاع حراري بس، بتطلّع إشعاع حراري فقط. والإشعاع الحراري ده بيبقى غير مرئي، ليه غير مرئي؟ لإن هو أشعة تحت حمراء، إحنا مش بنشوف الأشعة تحت حمراء، إحنا بنشوف الموجات، الضوء المرئي فقط. نيجي بقى على آخر حاجة، منحنى إيه؟ منحنى بلانك. قال لك منحنى بلانك دوّة بقى عبارة عن إيه؟ قال لك منحنى بلانك دوّة ده بيوضّح العلاقة البيانية بين شدة الإشعاع الصادر من الجسم المُشع، الجسم المُشع، سواء كانت شمس، سواء كانت فتيلة مصباح متوهجة، سواء كانت نجوم أو قطعة فحم ملتقطة أو الأرض، تمام. فأنا أي جسم سواء كان متوهج أو غير متوهج، يبقى تاني، يبقى أي جسم سواء كان متوهج أو غير متوهج منحنى بلانك بيفسره. والطول الموجي للطيف المنبعث عند إيه؟ خلي بالك قال لك عند درجة حرارة معينة. يبقى أنا لازم لما أعمل منحنى بلانك أبقى محدد درجة الحرارة. فمنحنى بلانك دوت بيوضح العلاقة بإيه؟ قال لك منحنى بلانك هو بيقارن ما بين شدة الإشعاع والطول الموجي. يعني لو الطول الموجي زاد شدة الإشعاع يحصل لها إيه؟ ولو الطول الموجي قل شدة الإشعاع إيه؟ يحصل لها إيه؟ لما عملوا منحنى بلانك لاحظوا إن عند الأطوال الموجية الطويلة جدًا، يعني لما يكون الطول الموجي طويل جدًا ولما يكون الطول الموجي قصير جدًا، قال لك تقترب شدة الإشعاع إلى الصفر. خلي بالك هي تقترب مش هتساوي صفر، لإن ما بينهم علاقة عكسية، فمش هتساوي صفر. وهاورّيها لك عملي. يبقى تاني، يبقى عند الأطوال الموجية الطويلة جدًا، لو الطول الموجي طويل جدًا أو الطول الموجي قصير جدًا، قال لك شدة الإشعاع هتقترب من الصفر. يعني أنت سواء طويل سواء صغير أنت هتقترب للصفر. ولمّا تروح عند منحنى بلانك عند قيمة معيّنة من الطول الموجي، يعني تاخد جزء معيّن تشوف الطول الموجي مثلًا بيساوي كام، لمّا تروح لأي قيمة معيّنة في الطول الموجي هتبقى شدة الإشعاع قيمة عظمى، هتبقى أقصى حاجة ليها. هتبقى شدة الإشعاع في أكبر حتّة ليها، أقصى حاجة، تمام. يبقى أول حاجة عند الأطوال الموجية القصيرة جدًا والصغيرة جدًا، تمام، تقترب شدة الإشعاع إلى إيه؟ إلى الصفر. قال لك ولمّا تروح عند نقطة معيّنة للطول الموجي هتبقى أقصى قيمة ليها في شدة الإشعاع، تمام، تمام. طب لمّا درجة الحرارة عندي تزيد، قال لك لمّا درجة الحرارة تزيد تزداد الشدة الكلية الصادرة للإشعاع. يعني إيه؟ قال لك لمّا تعلّي درجة الحرارة الشدة هتزيد، يعني المساحة اللي تحت المنحنى عندي هتزيد. قال لك ويقل الطول الموجي الذي يقابل إيه؟ أقصى شدة إشعاع. في بقى حاجة عايز إيه أعرّفها لك، ده منحنى بلانك عمومًا وهاورّيها لك عملي دلوقتي. الأرقام دي كلّها لمّا طلعت، الأرقام دي كلّها لمّا طلعت من مساحة
تحت المنحنى. بتوع الرياضة يفهموني، اللي هو التفاضل والتكامل. التفاضل والتكامل. يعني أنت حضرتك لمّا جه ماكس بلانك عشان يعمل المنحنى دوّة، تمام، هو استخدم التفاضل والتكامل عشان يطلّع الأرقام، فالأرقام دي ما كانتش هتطلع إلا بالتفاضل والتكامل، عشان كده قال لك إيه، تزداد الشدة الكلية، دي الشدة الكلية، اللي هي المساحة ما تحت المنحنى، ويقل الطول الموجي. يبقى أنا كده عندي علاقة عكسية ما بين درجة الحرارة والطول الموجي. طول ما درجة الحرارة عندي زادت، الطول الموجي عندي هيقل. دي علاقة عكسية، يبقى في علاقة عكسية دلوقتي ما بين إيه وإيه؟ في علاقة عكسية ما بين في علاقة عكسية ما بين درجة الحرارة والطول الموجي. كل ما درجة الحرارة عندي زادت، كل ما الطول الموجي عندي إيه؟ عندي هيزيد. تمام؟ تعالوا بقى نشوفه عملي. ده كده أهو منحنى بلانك، لسه ما حطيتش أرقام ولسه ما بدأتش إيه؟ التجربة بتاعتي. هنا أهو الطول الموجي، فالجزئية دي كلها الضوء الموجي بتاعت إيه؟ الضوء المرئي. فكل ده إيه؟ ضوء مرئي. طب أنا هنا دلوقتي لمّا هاعمل هاقارن ما بين إيه وإيه؟ هاقارن ما بين الأرض ولمبة المصباح والشمس، زي بالضبط، تمام، لمّا ماكس بلانك عملها. تمام؟ يبقى أنت عندك هنا أهو من هنا لهنا فوق بنفسجية، كل دوّة ضوء مرئي، من بعد الضوء المرئي وأنت ماشي كده تحت حمراء. تمام؟ وعندك هنا الكثافة بتاعة القطرة، وعندك هنا إيه؟ عندك هنا الضوء الموجي. يالّا بينا نبتدي. بُص خلي بالك أنت لو تلاحظ إن أنا مخلّي هنا أقصى قيمة ليها. فهنا كل ما الطول الموجي عمال يزيد أو كل ما يقل، بُص أنت لو تلاحظ إيه، اللي هو عمال يقترب من الصفر. بُص المنحنى ما لزقش في محور السينات، هو عمال يمشي بيقترب لإيه، للصفر. بُص أنا هنا عمال إيه، عمال أقلل درجة الحرارة لو تلاحظ. بُص عمال أقلل درجة الحرارة، يعني بُص الأول كانت كام؟ الأول كانت 5800 كلفن. بُص أنا هاقللها لكام؟ ل4200 كلفن. بُص شدة الإشعاع اللي هي المساحة ما تحت المنحنى، بُص وصلت لحد فين؟ بُص ساعتها هنا بقى الطول الموجي بكام؟ بعلامة 694. طب تعالَ كده نعلّي درجة الحرارة، هتلاحظ إيه؟ إن الطول الموجي بدأ هنا إن هو إيه، يزيد أهو. الطول الموجي بدأ إن هو يزيد، بقى علامة 4، بدأ إن هو إيه، بدأ إن هو يقل. تمام، بُص تاني. كده أنا قلّلت درجة الحرارة. بُص كل ما باقلل درجة الحرارة، كل ما إيه اللي بيحصل؟ كل ما الكثافة عندي بتقل، وكل ما الطول الموجي عندي إيه، بيزيد. طب بُص أعلّي درجة الحرارة، الكثافة زادت بقت 100، الطول الموجي قَل. الحرارة دلوقتي كام؟ 6000 كلفن. يعني دلوقتي الحرارة 6000 كلفن. تاني، دلوقتي الحرارة كام؟ 5800 كلفن. ده المعدل الطبيعي. بُص الكثافة 84، بُص الطول الموجي 500. طب قلل درجة حرارة، بُص لمّا تقلل الكثافة قلّت والطول الموجي زاد. الكثافة قلّت والطول الموجي إيه؟ والطول الموجي زاد. ودوّة يا باشا اللي يوضّح لك العلاقة عشان تشوف إيه، كل حاجة عملي في المنحنى. تمام؟ تمام. كده إحنا خلّصنا المحاضرة الأولى، ملخص بسيط كده بشرح بسيط، وريتك أهم الجزء اللي عندك، وخلّصنا أول ربع من الفصل بتاعنا، وعرفنا كل حاجة برضه إيه، برضه عملي. إن شاء الله تكون المحاضرة عجبتكم واستفدتوا منها، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم.